يا احمد اللي في المستقبل، لو انت بتشوف الفيديو ده انا مبسوط بيك جدا، وانت قدرت تعمل حاجة كويسة، حاجة انت فخور بيها، فانا فخور بيك برضو. ولو انت ما قدرتش توصل لحاجة وتهت ووقعت، انا اتمنى ان انت ترجع تفكر تاني، لان انا عارف انت بتعرف تفكر كويس، ترجع لرشدك تاني وتشوف الفيديو ده. يمكن ده يخليك تبقى احسن، هو يفكرك انت ايه وانت بتعمل ايه وانت وصلت لايه وانت تعبت قد ايه في حياتك عشان توصل للشخصية اللي انت فيها دي. يا ريت ما تصدقش اي حد يهدم فيك. انا عارف ان انت احيانا لما حد يجي يهدم فيك انت بتتهدم. انت انا عارف ان هو ما يبانش عليك او ما حدش هيلاحظ ده، بس دي حاجة المفروض تبقى فاكرها كويس قوي، ان لما حد يهدم فيك انت بتتأثر من جواك بس بتكمل. انا عارف انت بتكمل، دايما بتكمل، فاتمنى ان انت ترجع تكمل تاني وترجع لرشدك تاني وتبعد عن اي حاجه وحشه. واتمنى ان انت فعلا تكون وصلت لحاجه، سواء ده كان هدفك او وصلت لحاجه احسن من هدفك او وصلت لحاجه في العموم. اتمنى انت تكون تحت من كم التفكير اللي في دماغك. اتمنى انت تكون قدرت تحل كل المشاكل اللي عندك اللي بقالها سنين عندك، بقالها اكتر من 16 17 سنه نفس المشاكل عندك وبتكبر. اتمنى هي تكون اتحلت. اتمنى ان انت تكون بقيت مثال كويس لاي حد، مثال كويس حقيقي، مش مثال كويس باللي انت بتظهره. انا عارف ان انت دلوقتي برضه وانت بتصور الفيديو ده انت مثال كويس لناس كتير قوي، بس انت من جواك بتقول لا انا مش مثال كويس، لان انت من جواك تايه ومش قادر تعرف انت المفروض تبقى ايه وكده. فانت مش عايز حد يقول عليك مثال كويس، لان انت لسه مش شايف نفسك مثال كويس، بس انت مثال كويس جدا دلوقتي، وقدام تبقى مثال اقوى واحسن من دلوقتي. ده مثال كويس لان انت بتحاول وبتتعب وتجرب، ودماغك فعلا بتوجعك من كتر التفكير، وبتحاول تتخطى كل اللي حصل لك. هو مش قليل عامة، هو مش قليل، انت اللي حصل لك كتير جدا. لو انت بتشوف فيديو وتقول لا انا ما حصليش حاجة، يعني اللي حصل لي زمان مش زي اللي حصل لي دلوقتي، واكيد اكيد هيحصل لي حاجات اوحش، دي سنة الحياة. فعايز افكرك لا انت مريت بحاجات كتير قوي وحشة، كتير قوي. ومش انت اللي حددت ان هي كتير، ولا انت قال لك ان انت مريت بحاجات كتير، وانت يكفي ان انت حددت ان هي حاجات كتير، فهي حاجات كتير. انت مريت بحاجات كتير قوي وحشه، صبرت على حاجات كتير قوي، اتعاملت مع ناس وصدقت ناس كتير قوي وحشه، عملت الناس كتير قوي وحشه، مريت بظروف وحشه، مريت باوقات وحشه، مريت بكسرات وحشه، مريت بفترات وازمات واوقات وعملت حاجات كتير وحشه، مريت بحاجات كتير وحشه لدرجه انت لما تيجي تفتكرها احيانا مش مبدئيا قبل ما اكمل، انا مش هحط الحته دي في اول الفيديو لان انا طولت فيها، فمش هتحط في اول الفيديو. لما وانت بتعمل مونتاج يا احمد انت عارف انت هتعمل ايه، انا واثق فيك والله العظيم، انا واثق فيك، انا عارف انت هتعمل ايه. فما بحاجات كتير قوي وحشه لدرجه انت كل ما تفتكر احيانا هي مش حاجه عيب عامه، بس احيانا كتير بتعيط وانت بتفتكر اللي مريت بيه. مع انك مش من النوع اللي بتعيط اصلا، انت ممكن جات عليك سنين ما كنتش بتعيط، 3 4 10، انت في فتره انت قعدت 8 سنين مفيش دموع نزلت منك، لدرجه ان انت شكيت ان في مشكله في عينك، بس ده مفيش مشكله في عينك وجت حاجه كسرتك قدرت تعيط، ففهمت ان انت لا مفيش مشكله عندك، مش عارف ايه. والكلام ده حصل في فتره الكليه. فتره الكليه انا عيطت كتير جدا، اكتر فتره يعني مريت بيها في حاجات واتعلمت فيها حاجات. فطبيعي ان انت المفروض كنت امر بيه وانا كبير، مريت بيه وانا صغير، وده بجد مريت بحاجات في ناس اعرفها بتمر بيها دلوقتي في السن ده اللي هم قدي، وانا مريت بيها مثلا وانا عندي 8 سنين 9 سنين 10 سنين. فده يمكن اداك نضج كفايه لدرجه ان انت بقى في ناس يمكن اكبر منك بيستشيروك في حاجات، يعني انت تستغرب ان هو بيستشيروك فيها، اللي هو ببقى عايز اقول لهم يا جدعان الحاجات دي انا مريت بيها وانا صغير قوي. فانتوا انا كنت فاكر ان انتوا المفروض كلنا بنمر بالحاجات دي وانتوا صغيرين، ودي حاجه انا كنت بشوفها، ان انا كنت فاكر ان كل اللي مريت بيه الناس كلها مرت بيه كده. لما اتعاملت مع ناس كتير اكتشفت اللي هو لا، انا مريت بحاجات اقوى واكبر بكتير من سني، وده يمكن اداني نضج اسرع من اللي في سني، ده مديني توهان اكتر من اللي في سني برضو، لان انا نضجت اسرع منهم واتخرجت من الكليه اسرع منهم، لان انا اتخرجت بدري، دخلت مدرسه بدري وخلصت بدري وهكذا. يمكن مخليني امر بحاجات اللي في سني ما مروش بيها. يعني انا حتى لما كنت في الشغل كانوا بيستغربوا ان انا
كنت لما جيت اشتغلت كان عندي 21 سنه، استغربوا ان عندي 21 سنه وبشتغل، اللي هو لسه وخلصت كليه. بيقولوا لي انت طب بتدرس؟ قلت لهم انا خلصت كليتي. فمستغربين. لا فعلا كل حاجه ما اعرفش يعني، تقريبا ربنا هو يعني مديني القدره دي، اللي انا لو اتوقع لو في حد تاني مر باللي انا مريت بيه ما كانش يستحمل. في كذا حد قلت له، لما كنت بحكي له على اللي بمر بيه كان بيستغرب جدا ويقول لي لا انا مريت بيه ما كنتش استحمل انت كنت بتمر ده كله. وده خلاني كتير قوي 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 افكر ان انا كتير قوي، بمعنى قوي. وجربت قبل كده طبعا، دي حاجه ما افتخرش ان انا بقولها او ما افتكرش ان انا عملتها، بس دي حصلت. انا جربت كتير قوي ان انا مينفعش اقول طبعا جربت اعمل ايه، لان الحاجات دي ممنوعه ومش عايز اقول، عشان لو في يوم الفيديو ده اتعرف او الشانل بتاعتي اتعرفت ما يجيش حد صغير يشوف المهم مرة بحاجات كتير قوي خلتني ان انا عايز خلاص مش عايز اكمل. بس الحمد لله ان ربنا دايما كان بيبعت لي رساله اللي هو لا انت لازم تكمل. يا اما بقى رساله حد يجي يقول لي، يا اما موقف يحصل لي يخليني لا انا لازم اكمل، يا اما لو انا بقى الحاجه اللي انا بعملها دي تروح واقفه فجاه، تروح واقفه او ما تتمش. اتاكد اللي هو لا انا لسه قدامي وقت، لسه في رساله المفروض اوصلها. ان احنا كلنا المفروض بنوصل رسائل، ده انا شايفه بصراحه احنا كلنا اتخلقنا عشان نوصل رساله. الفيديو ده انا بتكلم عن التوهان، مفيش حل. زي ما صديقي اللي كان قاعد هنا قال لي انت مشكلتك في فيديوهاتك، او في حاجه في فيديوهاتك انت بتقولها، انت بتقول المشكله بس ما بتقولش حل. بس انا قلت له انا احيانا بقول حل، بس الفيديو ده ملوش حل. فانا بقول ان هو ملوش حل، ان هو حلو، ان هو يعني لما تيجي تشوف حاجه حلوه تقول ان هي ملهاش حل. هو حلو جدا، بس بجد بجد هو ملوش حل، لان دي حاجه انا لسه ما وصلتليش الحل ليها، ما لقيتش حلها. بمر بيها دلوقتي، فانا مش جديد عليا، بمر بيها بقالي سنين، بس انا لسه بمر بيها دلوقتي، فانا ما وصلتش الحل. فانا طالع بس اتكلم عليها ووصلت رساله لنفسي لما اكبر، لما اكبر اشوف الفيديو ده واقول انت كنت هنا وبقيت في حته ثانيه، او لسه هنا، على حسب، محدش عارف المستقبل هيحصل فيه ايه. واتمنى ان انا ما افضلش هنا يعني. بس الفيديو طويل جدا 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 بغباء، مش هعرف اقدر اعمله مونتاج في قد ايه، بس بحاول اعمل فيديوز سببها ايه، ان انا عايز اتكلم، مبقتش حابب اتكلم مع حد، او لو بتكلم مع حد مش عايز يعني كلامنا يبقى كله كده اقعد اتكلم في مش متعود ان انا اتكلم في مشاكل اصلا، بحب اسمع بس ما بحبش اتكلم. دلوقتي ما بقتش احب اسمع حتى مشاكل، انا عايز لما اجي انزل اقعد مع صحابي او مع اي حد احنا نازلين نرفه عن بعض او نبسط بعض او نستمتع، مش نازلين عشان نشتكي. انا عارف ان الصحاب ليها عند بعض ان نشتكي، بس انا مش نازل عشان اشتكي. انا في حاله نفسيه دلوقتي ان انا مش قادر اسمع مشاكل. كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، بس مش قادر اسمع مشاكل. خلاص خلاص خلاص، انا بنزل عشان افصل، عشان كده مبقتش انزل، لان تقريبا صحابي كلهم بيكونوا في مشاكل، فما بقتش انزل. بقالي كتير قوي ما نزلتش، بقالي شهر او اكتر من شهر ما نزلتش. بنزل كل فين وفين، مره كل اسبوع مثلا، ويبقى نازله مش نازله قوي، لو انا نازل بس اتمشى ولا حاجه. انا بحب اتمشى كتير. بس انا داخل على اكتئاب، انا اصلا عندي اكتئاب، مش اكتئاب اللي هو بتاع السوشيال ميديا وزعلان وكده، انا مش زعلان خالص عامه، انا مش زعلان خالص، لا بالعكس انا مبسوط جدا. بس انا عارف ان عندي اكتئاب من زمان. بحاول اعالجه وبعالجه، بس بكتشف انه لسه ما اتعالجش، وهكذا. القصه مش بتاعتنا ولا بتاعتي ولا بتاعتكم. ف داخل على مرحله اللي هو انا ساكت. عارفين كده فن اللامبالاه؟ هو تقريبا عندي هنا، لا هو تحت. انا عامل زي انا دلوقتي فن اللامبالاه. انا لا ابالي باي شيء، ولا ارى اي شيء، ولا اهتم لاي شيء كده. مسالم لدرجة ان انا بدأت اشك في نفسي، اللي هو لا انت فيك حاجة غلط. كتير قوي شاكين ان انا فيها حاجة غلط، بس انا مفيش حاجة غلط فيا، انا كويس، انا هادي جدا، انا مسالم جدا. اي نعم انا فيها حاجة غلط، بس ما ينفعش اقول لحد عشان مش عايز حد يعرف. بس اتمنى ان انا ابقى كويس، واتمنى ان كلنا نبقى كويسين، اتمنى كلنا نبقى مبسوطين بجد بجد، نبقى مبسوطين. انا عارف ان الفيديو ده كئيب شويه، او في ايه ده، في ان انا بشتكي وكده،
لان انا الفيديوز قبل كده او اللي جاي او هكذا انا مش هبقى بشتكي، انا هبقى بتكلم في موضوع معين يعني. بس انا دلوقتي يمكن اكون بشتكي في حبة شكوى، سوري الشكوى عامة، الشكوى لغير الله مسلة. وده بجد، ده بجد لازم الناس كلها تعرف الموضوع ده، الشكوى لغير الله مذلة. فما تشتكيش لحد، تشتكي لربنا، هو السميع العليم، وهو الأولى إن أنت تشتكي له، إن هو اللي هيحل لك كل حاجة. مفيش حد هيحل لك حاجة، هو ربنا بس. ف أنا مبسوط إن أنا بعمل فيديوز، بتكلم، مكنتش بتكلم فبقيت اتكلم حتى لو مع نفسي. انا دلوقتي بتكلم مع نفسي ان انا شايف نفسي، فانا بتكلم مع نفسي. دي حاجه بسطاني ان انا بعمل حاجه جديده، هي مش جديده كنت بعملها زمان بس بالنسبه لي دلوقتي جديده، ان انا خلاص بقى مسحت كل حاجه. انا مسحت عامه كل حاجه، انا مسحت كل صوري القديمه، وده بجد. مسحت كل صوري القديمه. بدايه صوري او بدايه الصور اللي عندي بقت من اول ما انا، من اول فيديو نزل، من اول فيديو نزل بدأت أصور، بدأت يبقى في صور جديدة عندي. قبلها أنا مسحت كل حاجة، أي نعم معايا باك اب ليها على الهارد بتاعي، بس أنا بتكلم أنا مسحت كل حاجة. مبقتش عايز أشوف حاجة قديمة خالص. أنا ده كأني دلوقتي اتولدت، أنا دلوقتي كأني اتولدت من أول وجديد. ركزت على كل القديم، مسحت كل القديم، مسحت كل حاجة في دماغي وفي الحقيقة. مسحت كل حاجة برضو من على السوشيال ميديا، مسحت صوري القديمة من على السوشيال ميديا، مسحت اي حاجه ممكن، او لسه ممكن في حاجات انا مش عارف اوصل لها وانا مش فاكرها. بس انا كل حاجه اتمسحت عامه من السوشيال ميديا قديمه. ممكن مش مهتم أوي ان انا اوصل للناس ان انا بقيت شخص مختلف، ان انا بقيت حد تاني. لو انت واخد فكره عني في الفكره دي خلاص اهدمها، ان هي مبقتش موجوده. مبقتش مهتم ان انا اوصل لحد الفكره دي، بس هي دي حقيقه. اي فكره انت واخدها عني قديمه هي دلوقتي مش موجوده، هي دلوقتي اتمسحت، اتغيرت، غرقت، ماتت، ايا كان، مش مهتم. المهم ان انا دلوقتي مبسوط باللي انا وصلت له. في حاجات لسه بعملها بس اكتر لما تتم، وشغال على حاجات انا مبسوط جدا ان انا بشتغل عليها، ومبسوط ان انا وصلت لعقلية حلوة جدا. مبسوط ان انا قربت او بدأت في الخطوات ان انا اوصل للحتة اللي انا عايز اوصل لها. فاتمنى كلنا نكون مبسوطين بجد بجد بجد. سيبكم من ان انت تتبسط ان هو تخرج وتعمل، لا، مبسوطين من جوانا داخليا، مبسوطين. منظهرش الناس ان احنا مبسوطين، لا احنا مبسوطين بجد. اتمنى كلنا نقرب من ربنا، واتمنى كلنا نبقى متسامحين مع اخطائنا القديمه. اتمنى كلنا نسامح الغير، ده شيء اساسي ان انت تسامح غيرك حتى لو هو كان قاصد يغلط او قاصد يجرحك او قاصد يكسرك او قاصد يأذيك، ايا كان مسماها. لازم اتمنى ان احنا كلنا نسامح، عشان هو مبقاش فارق معاهم وانت الوحيد اللي اتأذيت، فانت بتتأذي اكتر كل ما تفضل شايل جواك. واتمنى كلنا نكون كويسين وربنا يكرمنا كلنا. وبس، هكتب سلام هنا دلوقتي كالعادة.